اهلا بيكم في حلقه جديده من بعد 90. وحشتونا يعني الحقيقه بقى لنا كتير ما عملناش فيديوهات، وبشكر كل الناس اللي كانت طول الوقت بتبعت لي وتكتب لي كومنتات على فيديوهات قديمه بتسال احنا فين وغايبين ليه. بس يعني كويس ان احنا بنرجع في ظروف سعيده. الاهلي بيكسب الزمالك بثلاثيه نظيفه في مباريات الدور الاول، وبيوسع الفارق مع الزمالك ل8 نقط، ومع بيراميدز ل7 نقط، ومع فيوتشر ل4 نقط. طبعا موضوع ان الاهلي يكسب الزمالك مش ده الحاجه المختلفه او الجديده. الزمالك ما كسبش الاهلي بقاله بالظبط 20 سنه في الدور الاول، يعني 20 سنه كامله، 20 دور اول الاهلي يا اما بيكسب يا اما متعادل. لكن من 2003 ل 2023 الاهلي لم يخسر من الزمالك في الدور الاول. لكن الفارق والمهم في الفوز المره دي هو فكره التعلم من الاخطاء. المره اللي فاتت والسنه اللي فاتت كنت اتكلمت عن انه مباراه الاهلي والزمالك اللي انتهت بالتعادل 2-2، فاكرينها اكيد فاكرينها، يعني هي دي كانت قبلة الحياة اللي اداها الاهلي لفريرا والفريق الزمالك اللي تسببت بعد كده انه ياخد الدوري. الزمالك كان جاي للاهلي وهو خسران مباراتين متتاليتين من الجيش ومن انبي اعتقد، وكان في شكوك كبيره حوالين استمرار فيريرا. الاهلي دخل المباراه سجل جون بدري عن طريق محمد شريف بدري جدا، لكن حصل تراجع كبير وما استغلش الاهلي البدايه الجيده والحاله المزريه اللي كان عليها الزمالك في الشوط الاول. الشوط الثاني انقلب الحال، وكانت دي بدايه ظهور ناشئين الزمالك اللي بقى لهم يعني دور مهم بعد كده في حسم الدوري، وفي رجوع الثقة والروح مرة تانية للزمالك اللي ما غابتش عنهم تاني لحد ما خدوا الدوري. فالأهلي كان مهم انه ما يكررش نفس الغلط ده. الأهلي لو خسر امبارح كان الفارق بدل ما هو دلوقتي 8 نقط كان هيبقى نقطتين، مع الضغط اللي هيحصل للاهلي، مع الهزه النفسيه اللي هتحصل للعيبه، مع الضغط اللي هيحصل بعد كده لما تروح تلعب كاس العالم للانديه وتاجلك مباريات وترجع تلاقي الزمالك فرق عنك 7 8 نقط، وتبدا تبقى بتتوتر وانت بتلعب عشان تكسب، ويعني تعيد نفس الاخطاء اللي عملتها المره اللي فاتت. فالفوز المره دي قطع الطريق قدام السيناريوهات دي كلها، صدر مشكلات للزمالك، خلى في حاله من الشك حوالين اصلا فكره استمرار فيريرا، وخلى فيه انتقادات للعيبه ومشاكل جوه الفرقه، وصدرت المشاكل للمنافس بدل ما كنت تاخدها انت منه. طبعا فنيا المباراه كانت فقيره جدا جدا، وخصوصا في الشوط الاول. يعني الشوط الاول بالكامل مفيش غير فرصتين، فرصه للاهلي عن طريق محمد مجدي قفشه، الكوره اللي توغل بيها احمد عبد القادر ولعبها عرضيه لقفشه، كانت سهله جدا كانها ضربه جزاء يعني، لكن اتعامل معاها بشكل لم يكن يعني هو المطلوب. وتسديده من دونجا، تسديده قويه جدا من مسافه بعيده جدا من دونجا الحقيقه، يعني من التسديدات الحلوه الحقيقه، واتعامل معاها الشناوي بكفاءه عاليه واخرجها لضربه ركنيه. لكن كان في اكتر من حاجه ملفته في المباراه. اولا الشوط الاول زي ما قلنا كان سيء وفقير فنيا، لانه الفرقتين كانوا خايفين يخسروا. احنا بنتكلم على فرقتين، فرقه خايفه زي الاهلي اولا من ان هي تكرر سيناريو السنه اللي فاتت زي ما حصل، داخله المباراه وعندها غيابات، يعني فرقه كامله، خط الدفاع بالبدله بتوعه مصابين، بتضطر تجيب لاعب اسمه خالد عبد الفتاح تجيبه من الدار للنار لسه جاي لك من سموحه ظهير ايمن، بتلعبه قلب دفاع، بيلعب جنبه رامي ربيعه اللي هو يعني ما تقدرش تعرف هو حلو ولا وحش. يعني مباريات بيديها لك بشكل مش طبيعي، يكون افضل لاعب في الملعب، ومباريات بيكون هو اسوأ لاعب في الملعب. فعشان كده قبل الماتش انت ما بتبقاش عارف الدنيا رايحه فين. رامي ربيعه هو انه فيهم الماتش ده، رامي ربيعه المتالق ولا رامي ربيعه الكارثي؟ فالاهلي كان بيجس النبض، مستني، مش عايز يعني يندفع للامام، مش عايز يقع في الفخ اللي بينصبه او بيحاول ينصبه فيريرا لكل خصومه، انه يرجع يتمركز ويطمعك انك تضغط عليه من قدام فياخد الكوره ويستغل السرعات بتاعته قدام. فكان كولر واعي جدا للنقطه دي، وعايز يعدي الشوط الاول ويفهم والله شكل الزمالك في الملعب عامل ازاي، وشكل اداء لعيبه الاهلي عامل ازاي، وبناء عليه يشوف هيتعامل ازاي مع المباراه. نفس الموضوع فيريرا داخل المباراه عارف انه لو خسر يعني بيتضرب مفك في استقرار الفرقه وفي بقائه هو اصلا مع الفرقه. الفرق ممكن يتسع ل 8 نقط.
فبالتالي برضو دخل بنفس الطريقه، داخل متحفظ، مش عايز يندفع، مش بيحاول يخاطر، مستني الاهلي والاهلي مستني الزمالك. فخرج الشوط الاول زي ما شفناه كده. الشوط الثاني الموضوع اختلف، والحقيقه انه اختلف بامرين. اولا قرايه كولر الجيده جدا للمباراه واستخدامه لورقه حمدي فتحي اللي ما كانش اي حد يتصورها، ودي الميزه من المميزات المهمه لكولر، انه بيتعامل مع الموضوع بشكل يعني او بيتعامل مع اللعيبه وبيطلع ما فيهم افضل ما فيهم بشكل انت نفسك تتفاجئوا، ممكن اللعيبه نفسها تتفاجئ. يعني مثلا كريم فؤاد كان مين يتخيل ان هو يكون نجم الفرقه بالشكل اللي حصل عليه، انك تغير مركزه بالشكل ده وتجيبه من ظهير ايمن تستخدمه كجناح ويبقى افضل جناح للاهلي. كان مين يصدق انه حمدي فتحي يبقى هو ورقه المكسب المهمه وهو لاعب اللي بيطلع لقدام. حمدي فتحي اللي هو الديفندر قطاع الطريق اللي بيستخدم يعني العضلات اكتر من ال يعني ان هو يشتغل فنيا، تستخدمه ان هو يكون ورقه اللعب المهمه بتاعتك. فاللي حصل انه ما كانش حد يتوقع ابدا ان ده يحصل من كولر، انه يستخدم ورقه حمدي فتحي هجوميه مش دفاعيه. يعني كان كله منتظر ان حمدي ثابت وديانج هو اللي بيتحرك وبيعمل زياده زي ما حصل في الشوط الاول. فالتريكه دي كانت مهمه. في المقابل فيريرا عنده مشكله كبيره في التغييرات، يمكن انا اشرت لده اكتر من مره، ان الزمالك بيفضل كويس لحد ما فيريرا يقرر يتدخل. اتكرر ده لو تفتكروا في ماتش الكاس بتاع 2-0 نهائي الكاس، الاهلي كان فيه في منتهى السوء والزمالك سجل هدفين في الشوط الاول، وبتغييره واحده نزل بيها اوباما مكان افتكر وقتها كان سيف الجزيري، الايه انقلبت تماما والاهلي ركب الماتش والشوط الثاني كله بتاع الاهلي واحرز هدف وكان ممكن يتعادل. وفي كل مباريات الزمالك بنفس الطريقه، كل مباريات الزمالك يبقى جيدا حتى يقرر فيريرا ان يجري التبديل الاول. ده اللي حصل. بس انا مختلف مع الناس في فكره انه هل ده سبب الهزيمه ولا لا. يعني هل المشكله في تغييره لما نزل عمر جابر ومصطفى الزناري مكان عمرو السيسي والمسلوسي ورجع للطريقه بتاعه 3-4-3، ولا انه حتى لو كملنا بالطريقه دي كان ممكن عادي جدا الاهلي برضو يكسب؟ انا شايف انه من حيث المبدأ في وجاهه لفكره فيريرا. يعني الموضوع مش جاي من الفراغ، الراجل ما قررش كده ان هو قرر يبوظ فرقته ويدي المكسب للاهلي، لا، هو كان شايف ان الاهلي بدأ يطمع في الفوز، وبدأ اول ربع ساعه من الشوط الاول بيحاول يعمل ضغط على الزمالك من بدري، وهاني ضيع فرصه وكان بيوصل اكتر من مره الاهلي باكتر من طريقه، فجه قرر انه انا هرجع للطريقه اللي انا بجيب بيها اللي هي 3-4-3. عشان اعمل ده هجيب عمر جابر اخليه باك يمين عشان يديني الحلول الهجوميه اللي مش هيديها لي المسلوسي، واحرر عبد الشافي اللي هو مش هيقدر يديني الوقت كله بيطلع ويرجع في طريقه 4 ورا، يبقى متفرغ او عنده مهام هجوميه اكبر. كانت دي النيه وده اللي كان عايز يعمله فيريرا. لكن الموضوع وصل لفين؟ وصل او يعني ده المبدأ وحش؟ لا مش وحش خالص خالص، بالعكس انا شايف ان الفكره كانت جيده ومناسبه جدا، لكن المشكله في التغيير. يعني تخيل معايا كده ان فيريرا ابقى على حمزه المسلوسي في الملعب ولعبه هو الثالث زي ما هو متعود، فبقى حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وحمزه المسلوسي بيلعبوا كقلب دفاع، وعمل تغييره واحده بدل التغييرتين، انه نزل عمر جابر مكان عمرو السيسي، فرجع الطريقه ل 3-4-3 وخلى عمرو السيسي او خلى عمر جابر ظهير ايمن بمهام هجوميه، وخلى الناحيه الثانيه عبد الشافي ظهير ايسر بمهام هجوميه عشان يساعدوا مع طرفين الزمالك ويستغلوا المساحات اللي هتكون في ظهر الاهلي لما يحاول يهاجم. فلو اتعملت التغييره بالشكل ده افتكر كانت اولا هتحافظ على تماسك دفاع الزمالك، لانه صعب جدا انك تغير 2 في مركز الدفاع في وقت واحد من غير اي داعي ومن غير اي اصابه، زائد انه هي يعني مش بيجيب لاعب اسمه مصطفى الزناري اللي انت لسه جايبه اصلا من طلائع الجيش وما هواش اساسي اصلا مع الزمالك وتحطه في قلب دفاع يعني في ماتش زي ماتش الاهلي. فالمسلوسي كان ينفع يعملها بشكل جيد جدا، مش مصطفى الزناري، ما دام انت كده عايز مدافع ثالث. التغييره دي
عملت شويه ربكه لكن مش هي السبب في الهدف. الهدف جه بعد التغيير بدقيقه واحده، ما كانش حتى لحق يعني يكون في يعني ان الطريقه تتجرب والاهلي يبدا يلعب على النواقص وغيره. هو جزء منها سوء حظ طبعا، انه توقيت الهدف كان قاتل لكل افكار فيريرا، فبدا بقى يلوش، بدأ مش ما تبقاش فاهم هو مين بيلعب فين. سيد نيمار ينزل يلعب مكان عبد الشافي كظهير ايسر، عمر جابر ناحيه اليمين، ينزل شيكابالا ما تعرفش هو بيلعب ناحيه الشمال ولا صانع العاب، ينزل ولما فكر يعمل التغيير الثاني برضه سوء حظه انه الاثنين لعيبه واقفين اللي هم يوسف اسامه وشيكابالا على الخط علشان يحاول يتعادل جه الجون الثاني. فيعني كان عنده سوء حظ كبير في التغييرات، متماشي ومتوافق مع كل العك، او يعني تتويج لكل العك اللي كان بيعمله قبل كده. فساعد الاهلي بالتاكيد جزء منه توفيق توقيت الاهداف، والجزء الثاني المهم هو اللعب في ثوابت الفرقه وعدم الاستقرار على طريقه معينه. انا مختلف مع الناس اللي بتشوف انه الزمالك لو رجع يلعب ب 3-5-2 زي السنه اللي فاتت ولا 3-4-3 هيكسب. المشكله مش في الطريقه خالص، وفيريرا لما غير الطريقه في بدايه الموسم ما كانش علشان هو بيحب يخسر او عشان شايف انه احنا مش كنا ماشيين كويس بالطريقه دي فانا عايز اجرب طريقه تانية تخسرني. لا، هو برده كان عنده اسباب وجيهه، لانه الزمالك اللي كان بينجح له طريقه 3-4-3 هي الحلول الفرديه والسرعات اللي قدام والمستوى الكبير اللي كان بيلعب بيه زيزو الموسم اللي فات. فلو انت استنسخت نفس الفكره السنه دي 3-4-3 هتخلي انت كده تقريبا بتعتمد على 7 مدافعين وبتعتمد على 3 عندهم حلول. زيزو بسرعاته وحلوله على الناحيه اليمين، بن شرقي على الناحيه الشمال برضه بسرعاته وبمهاراته وبالفينش بتاعه العظيم جدا، وسيف الجزيري بالتحركات اللي بيعملها حوالين او خلف الدفاع. كل ده ما عادش موجود، كل ده سواء مستوى زيزو سواء مستوى الجزيري سواء وجود اصلا بن شرقي. فكان الطبيعي انه يحاول يرجع تاني لطريقه 3-4-3 بما انه ما عندوش صانع لعب يساعده في 4-2-3-1 في ظل انخفاض مستوى اوباما. فكان بيفكر انه يثبت دونجا ويلعب باثنين نص ملعب شيء قريبين بيضموا للجناحين، من ناحيه امام عاشور ومن ناحيه عمرو السيسي، يساعدوا زيزو ومصطفى شلبي لما يكون بيلعب. فالفكره هو ما جابهاش من الفراغ، والفكره ما قررش يعملها عشان هو بيحب يخسر، هي برضو فكره ليها واجهتها، لكن خذلوا فيها مستوى عمرو السيسي، خذلوا فيها المستوى المتراجع جدا لزيزو، مستوى متراجع جدا جدا جدا. سيبك حتى من الارقام، يعني الارقام تقول لك ان زيزو من اكتر اللعيبه تسجيلا وصناعه، لكن شوف الخمس تجوان مثلا اللي جابهم هتلاقي 3 تجوان منهم ضربات جزاء، وجون منهم كان بيلعب فاول فابو جبل الكره لفت من قدام كل الناس ودخلت في الزاويه البعيده بشكل غريب، والاسيسات كلها عباره عن انه بيرفع كورنر لحسام عبد المجيد يجي جون او كرات ثابته. اللي هو لو انا رحت ارفع كرات ثابته وعندي حد برج زي حسام عبد المجيد هكون الاكثر صناعه في الدوري عادي. فالمقصود انه الزمالك عنده مشاكل فنيه حقيقيه وعنده نواقص كبيره حقيقيه الاهلي استغلها، رغم برضو ان الاهلي ما زال عنده نواقص. يعني ما تخدعكش وما يضحكش عليك فكره ان الاهلي كسب الزمالك وان شريف جاب جونين وبتاع فخلاص احنا ما عدناش محتاجين مهاجمين وما عدناش، لا، انت عندك نواقص محتاج تكملها وتحديدا في مركز المهاجم الصريح. لازم الاهلي يعني ما ينخدعش بفكره انه شريف سجل فنرجعه فما عدناش محتاجين مهاجم او ما نركز في الموضوع او ناجله للصيف. كل الكلام ده مش هينفع، لانه سوء اداء الزمالك ساعد كتير الاهلي انه يكسب امبارح، بالاضافه لروح اللعيبه وحبهم لبعض. يعني الجزء اللي كان بيكسب بيه السنه اللي فاتت الزمالك هو اللي كسب بيه الاهلي في مباراه امبارح. مبروك للاهلي، مكسب مهم للغايه، مهم جدا جدا جدا. نتمنى يبني عليه، نتمنى لانك لو كسبت امبارح الزمالك ورحت مثلا بعد بكره خسرت من البنك الاهلي، انت كده ما عملتش حاجه. انت يعني كنت ممكن خسرت الزمالك عادي والزمالك خسر الماتش اللي بعديه عادي. فزي ما هو مكسب مهم، لكن مهم كمان تبني عليه وما تديش فرصه لاي منافس وملاحق ليك انه يبقى عنده امل ويبقى مستني انك انت تقع. ادي رسائل وكمل وحقق سلسله فوز متتالي، وبعدين سيب بقى الباقي يعني على ربنا. الصفقات الجديده، خالد عبد الفتاح كان مذهل الحقيقه بالنسبه لي،
مذهل مش اداؤه قد ما هو شخصيته كمان. هو واضح انه الراجل عنده ثقه عاليه جدا جدا في نفسه، مش مهزوز، مش نازل ركب وتخبط في بعض. شخصيه مناسبه جدا للاهلي. ونفس الموضوع برضو مروان، سواء الماتش اللي فات او الماتش ده، عينه حلوه في الملعب، مجهز القرار من بدري، برضو عنده ثقه وشخصيه كبيره جدا. فيعني يديك تفاؤل ليه مع كريستو لما يبدا يدخل وهو عنده دريبلينج عالي جدا بالكوره ومهارات كبيره. افتكر الصفقات اللي عملها الاهلي في الشتاء هتفرق معاه بقى في بقيه الموسم، سواء في افريقيا او في الدوري. اشوفكم دايما على خير، ومبروك ليكم وللاهلي. اكيد مكسب مهم ومكسب يعني نايم ناس كتير قوي مبسوطه امبارح، ملايين زي ما بيقولوا كده. الناس لازم تنام مبسوطه وكانه يعني جزء تآمري، بس هو حقيقي لما الاهلي بيكسب ملايين المصريين بيناموا مبسوطين، بعكس لو حصل العكس. شكرا ليكم ونشوفكم دايما على خير.